نجيو للمجموعة ديال الأسئلة اللي وصلتني بخصوص تصريحات ديال أسعد الشرعي. جوج ديال التصريحات أو أكثر وصلتني مجموعة ديال الحوايج كيقول لك شنو الرأي ديالك. أول حاجة نعرفوها، الثوابت ديالنا حنا ما كنسمحوش لأي واحد أنه يمس الثوابت ديالنا سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة ضمنية. عندنا الثوابت ديالنا حنا، الثوابت ديالنا هذه المسائل خط احمر كما كنتشاركوا مع مجموعه ديال الاخوان قالوها وعبروا عليها. خط احمر، الثوابت ديالنا ما نسمحوش لشي حد نهائيا انه يمس بالثوابت ديالنا. عندنا المؤسسه الملكيه الضامنه ديال الوحده، الضامنه ديال الاستقرار، المكون ديال الأمة الدولة المغربية، التاريخ، الرمزية ديالها. هاد الأمور عندنا حنا مهما كان شكل أي واحد يدير تصريح حنا كيتصدوا ليه في هذا الجانب هذا. هذه مسائل الثوابت ديالنا حنا. حنا عندنا البلاد ديالنا ملي كنقولوا أمة دولة خاص الواحد يعرف شنو المعنى ديالها. هذا جانب لا نقاش فيه، ما نسمحوش لأي واحد نهائيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما نسمحوش لشي حد أنه يقارننا حنا مع الجزائر. حنا راه المغرب 13 قرن، لهذا القضية ديال السيارات، حنا العلامة ديال السيارات المغربية كيفاش؟ ترى حنا تاريخ. واش الناس ما جايبينش الخبار؟ الا كان شي واحد غيجي من برا ويقول لك كيفاش نتوما كتصنعوا، كيفاش الناس ما سقيش خبار، ما عارفينش حنا شنو فين وصلنا في التطور. حنا راه كنقولوها قوه اقليميه، كيفاش تقارنونا حنا مع البلاد ديال الكبرات؟